دي فيديوهات جابت عندي 1000 مشاهدة و2000 مشاهدة، ومش فيديو ولا اتنين عشان ما تقوليش ده حظ. لا، ده انا عملت قناتين والقناتين جابوا اول فيديو 1000 مشاهدة. هقولك على كام تريكيه لو عملتهم اضمن لك ال1000 مشاهدة من اول فيديو ليك. متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. السر النهاردة يا خوارزميات اليوتيوب اكتبها لي في الكومنتات تحت اعرف منها المشتركين المميزين عندنا، ويلا بينا نخش على الفيديو. هنقسم عندنا الفيديوهات لحاجتين، اولا قناه بتعمل فيديوهات شورت وقناه بتعمل فيديوهات طويله. القناه اللي بتعمل فيديوهات شورت اقول لك حاجه واحده بس، اهتم بالهوك. ولو ما تعرفش يعني الهوك، فالهوك دون هو اول 3 ثواني في الفيديو، وهو بيقلب اول حاجه بتظهر له هي 3 ثواني من الفيديو. التلات ثواني دول لازم يشدوا المشاهد. لو التلات ثواني دول شدوا المشاهد اعرف ان هو على طول هيكمل الفيديو، انما لو هو ما شدهوش المشاهد هيقلب الفيديو وهيكمل عادي. تهتم بالهوك ازاي؟ في طريقتين. لو انت بتعمل من غير ما تطلع بوشك، حاول تقول كلام يشد المشاهد، ما تقولش اي كلام وخلاص. حاول كلامك يكون صادق عشان المشاهد ما يتشدش من الهوك ويجي يتفرج يلاقي كلام غير اللي انت قلته في الهوك. لو انت بتطلع بوشك فابحث على يوتيوب عن كلمة هوك، هتلاقي في فيديوهات كتير جدا هوك وفيديوهات بتشد المشاهد، وفيديوهات مثلا زي الفيديو ده والفيديو ده والفيديو ده. تاني حاجة، لو انت فيديوهاتك طويلة، بص فيديوهاتك لو طويلة اهتم اول حاجة تهتم بيها وهي الصورة المصغرة. حاول تخلي الصورة المصغرة كده تلعب على مشاعر المشاهد وتشده للفيديو، لان انت المشاهد لو الصورة المصغرة ما شدتوش مش هيدخل على الفيديو بتاعك. فانت حاول ان الصورة المصغرة بتاعتك تشد المشاهد على طول. وان شاء الله هنزل كورس تصميم الصورة المصغرة، لو عايزين الكورس ينزل اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله ينزل في اقرب وقت. تاني حاجة عندنا وهي عنوان الفيديو. لازم عنوان الفيديو يكون صادق ويكون بيقول عن اللي موجود جوه الفيديو. يعني مثلا ما تجيش تكتب لي اي حاجة في العنوان والمشاهد يجي يدوس على الفيديو ويلاقي حاجة تانية خالص، ساعتها المشاهد هيعملك ديسلايك، وانت الديسلايك هيفرق معاك كتير جدا في القناة وهيخلي اليوتيوب ما يظهرش فيديوهاتك لحد. تالت حاجة وهي وصف الفيديو. وصف الفيديو في ناس كتير جدا بتشوفه مش مهم، ولكن وصف الفيديو مهم جدا 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 على اليوتيوب، لان هي اول جملة في الوصف لازم اكتر حاجة تهتم بيها، لان هي اللي بتظهر في المشاهد. هو بيبص على العنوان وبعد كده اول جملة في الوصف بتظهر له من بره، فبيبدأ ان هو يقراها ويشوف الفيديو عبارة عن ايه. رابع حاجة واللي في ناس مديها أهمية زيادة عن اللزوم وهي الكلمات المفتاحية. الكلمات المفتاحية مش مهمة أوي ولكنها مهمة، لأن هو لما بتيجي تبحث، إن هو مثلا لما المشاهد بيجي يبحث عن حاجة، فأنت لو حطيت الحاجة اللي هو بحث عنها عاديا في الكلمات المفتاحية أول فيديو بيظهر له هو الفيديو بتاعك. والكلمات المفتاحية عن طريق الموقع دون، والموقع دون أنا مفعله، بتخش على أي فيديو للفيديوهات مثلا زي الفيديو اللي انت عايز تنزله، تبدأ تاخد الكلمات المفتاحية نسخ وتبدأ تحطها عندك في العلامات أو الكلمات المفتاحية. خامس حاجة أو أهم حاجة وهي إنك تحلل أرقام وفيديوهات المنافسين ليك. ازاي؟ بص انت مثلا هتعمل محتوى زي اللي انا هعمله، مثلا تبدأ تشوف قنوات زيك تكتب مثلا AI، او مثلا تكتب مثلا نسخت قناة يوتيوب مثلا حاجة زي كده، هيبدأ يظهر لك فيديوهات كتير وقنوات كتير. خش على القنوات دي ودوس على كلمة الرائجة في الفيديوهات، هيظهر لك أهم محتوى عنده، أكتر محتوى جايب مشاهدات. ابدأ شوف هو بيتكلم عن ايه، والصورة المصغرة عاملة ازاي، والعنوان عامل ازاي، والوصف عامل ازاي، وابدأ حللهم وحاول تقلدهم، لأن الفيديوهات دي جايبة مشاهدات، مش جايبة مشاهدات من فراغ، دي بدراسة. فانت تبدأ تحللهم، بعد ما تحللهم تبدأ تختار عنوان مناسب ليك، ويبقى عندك تغذية بصرية انك تعمل صورة مصغرة، فتعمل صورة مصغرة كويسة واكتب وصف زيهم والكلمات المفتاحية زيهم وزود عليها كلمات مفتاحية. آخر حاجة وهي المحتوى الصادق. لازم المحتوى بتاعك يكون صادق وحقيقي، وتنزل محتوى يكون مطلوب وترند في الوقت ده. يعني مثلا دلوقتي الناس نفسها تعمل قناة يوتيوب وتحقق ربح منها بس ما يعملوش تعب جامد. فانا مثلا بخش اشوف ايه هي اسهل طرق تعمل بيها القناة، وابدا ان انا اجيب مثلا فيديو عن ان انا مثلا نسخت قناة يوتيوب في خلال نص ساعة او ربع ساعة، وابدا مثلا اعمل الفيديو ويكون مدة الفيديو حاول ان هي ما تزيدش عن 8 دقايق، الا طبعا لو تطلب منك الامر. طبعا انت تقول انت منزل فيديو 13 دقيقة او 12 دقيقة، هقول لك ان انا عشان بس الشرح طول معايا عشان قلت تفاصيل كتير جدا، صدقني التفاصيل دي مش هتلاقيها عند حد. فما تنساش تشترك بقى وتفعل زر اللايك. وطبعا هتقول لي ان انا قلت كلام عادي، صدقني ده الكلام اللي كل الناس بتعمله ومحدش هيقول لك كلام زيادة عن كده، لان ده فعلا اللي احنا بنعمله. احنا بنعمل كل حاجة اليوتيوب بيطلبها مننا، صورة مصغرة وعنوان ووصف وكلمات مفتاحية، وبنحلل ارقام وفيديوهات بتاعت المنافس. بعد كده بدنا نجيب ورقة وقلم ونكتب فيها كل الكلام اللي احنا هنقوله في الفيديو والسكريبت،
وكل حاجة هنعملها العنوان، وهنبدأ بنكتب الصورة المصغرة هتبقى شكلها عامل ازاي، وبنبدأ ننفذ وننزل الفيديو، والباقي كله بتسيبه على اليوتيوب. طبعا خوارزميات اليوتيوب بتبدأ تظهر الفيديو بتاعك لعدد معين، لو العدد المعين ده اتفاعل منه شوية مع الفيديو ودوسوا على الفيديو بيبدأ يظهر شوية أكتر، وهكذا. انت حاول انك توصل للمشاهد ان هو يدوس على الفيديو. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. متنساش تكتب كلمة السر في خوارزميات اليوتيوب في التعليقات، وتحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان الفيديوهات اللي جاية كتير جدا. وبس كده، سلام.